سيد الرئيس، نحن في مجلس لا يصدر توصيات فقط، ولكن في مجلس له اختصاصات تشريعية ورقابية، ولا بد من ممارسة هذه الاختصاصات بشأن جريمة بشعة وحادث جلل كالذي وقع بالأمس في بورسعيد، وهو امتداد لسلسلة من الأحداث لم تنقطع منذ 11 من فبراير. لن أطيل في وصف ما حدث، فقد تفضل الزملاء بذلك وسجلته وسائل الإعلام. أنا يعنيني ممارسة اختصاصاتنا التشريعية والرقابية. في مسألة الاختصاصات التشريعية، وعلينا يا سيدي الرئيس أن نعترف بأننا في أزمة سياسية، وأن سبب هذه الأزمة السياسية هو فقدان شرعية من يدير شؤون البلاد منذ 11 من فبراير. فقدان الشرعية، لأن شرعية المجلس الأعلى للقوات المسلحة استندت إلى شرط قبول شعبي ارتبط بعصمة دماء المصريين، ولم تعصم دماء المصريين منذ 11 من فبراير إلى الآن. دعونا لا نتحايل، ودعونا نكون على مستوى المسؤولية أمام الرأي العام. لابد من نقل سريع للسلطة بانتخاب الرئيس. هناك مشروعات أمام لجنة الاقتراحات والشكاوى وأمام لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية. لابد من أن ينتخب الرئيس المدني وعلى الفور، ودون أن يزايد علينا ويقال إننا نهين القوات المسلحة. إننا لا نهين القوات المسلحة، بل أن من يهان في الواقع هو المواطن المصري. هل هناك أغلى من الحق في الحياة؟ هل هناك أغلى من الحق في الحياة لأن نتحدث عن إهانة الجيش في لحظة وفي يوم بعد أن فقد أكثر من 70 مصري أرواحهم في مباراة لكرة القدم؟ الممارسة التشريعية بإصدار قانون يحدد توقيتات انتخابات الرئاسة. الممارسة التشريعية ثانيا بإصدار قانون يقضي بإصلاح الجهاز الأمني. نحن لا نطلب ولا نناشد وزارة الداخلية سيدي الرئيس، بل نصدر قانونا يقضي بإصلاح الأجهزة وتطهيرها من الفساد، وهذا من اختصاصات المجلس ولجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ولجنة الدفاع والأمن القومي. الممارسة الرقابية لها أيضا شقان، لأن المجلس لا يقيل، ليس هذا من حقنا. أنا وعدد من الزملاء تقدمنا وحضرتك تعلم بطلبات استجواب للسيد رئيس الوزراء وللسيد وزير الداخلية وللسادة الوزراء المعنيين. ينظر في أمر هذه الطلبات، وبعد الطلبات لنا أن نسحب الثقة وفقا لمواد اللائحة 240 241 242. نمارس الرقابة بهذه الصورة بطلب استجواب، وننظر ما الذي سيحدث. الأمر الآخر في مسألة الرقابة، قاضي تحقيق خاص، وأضم صوتي للزميل العزيز حسين إبراهيم من حزب الحرية والعدالة. نحتاج لقاضي تحقيق خاص ينظر فيما حدث، ولا يقف عند حدود التحقيق مع المدنيين فقط، بل لابد من التحقيق مع كل متورط عسكريا كان أو مدنيا فيما حدث بالأمس. بهذا فقط نمارس صلاحياتنا، وبهذا فقط ننهي هذه اللحظة الاستثنائية ونعبر عن مطالب الشارع المتمثلة في إنهاء حكم العسكر. شكرا جزيلا.